السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أستاذ الجزائر التربية والتكوين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الله يسعدكم إن شاء الله تكونوا ناجحين في مباراة التعليم. الإخوان غادي نخص هذا الفيديو لشرح التوصيف الذي أثار الجدل، وبصراحة اللي صدمني حتى أنا فيما يخص اللغة اللي غتجتازوا بها العلوم، وحتى بالنسبة للمواضيع اللي داروا. كما كتعرفوا قبل اللي كان خرج في الإعلان وشرحته، وقلت لكم انا التوصيف في الفيديو السابق على الشرح، قلت لكم راه واحد 3 ايام غادي يخرج التوصيف، ما يمكنش دوزوا امتحان بدون التوصيف. وكنا شفنا على ان بالنسبه للمعاملات ديال اللغه العربيه والفرنسيه 3، والرياضيات غتجاتو بوحدو، عندهم معامله تفرق. هذا العام تفرق الرياضيات على العلوم جوج، يعني جيتو تحسبوا غتلقاو ان الرياضيات والعلوم اكثر من هذا بجوجهم 4 اكثر من اللغه العربيه واللغه الفرنسيه. صراحة إخواني، بالنسبة لهذا التوصيف أنا تأكد على واحد الحاجة، أن هاد الناس هادو باغيين يقصيو أصحاب الإجازة الأساسية، ماشي من هنا عامين، ولكن باغي يبداو من هذا العام هذا، وذلك من خلال هذا التوصيف اللي خرج. وكاين واحد النقطة اللي الإخوان أخوات ما انتبهوش ليها، شافوا على أن مشى شافوا غير أن العلوم غدوز بالفرنسية، ولكن واحد النقطة اللي غادي تتأكد هذا الشيء هو أن إذا مشيتي نتايا هذا مشيتي للمراجع اللي اعتمدوا عليها، الا رجعنا للور ديال التوصيف ولقيتي وثائق مرجع، شنو غتلقى في الاول؟ شوف شنو كاتب هنا: وحدات التكوين. شنو اللي اعتمدوا عليه؟ وحدات التكوين يستلف الاجازه في التربيه. شنو معناتها؟ ان هاد الناس باغيين يدوزوا صحاب الاجازه في التربيه باش ما كان باغيين يدوزوهم على حساب الاجازه الاساسيه، يعني خداو من البروغرام ديالهم باش يحطوا لكم نتوما سميتو يحطوا لكم امتحان. وان شاء الله نتوما ما تاخذوش هذيك، ما تاخذوش بهكا بصيغه سلبيه، ولا لا، بالعكس هذه النقطه خصها تزيد الحماس ديالكم. خذها انت كما كنقول الاخوان اخوات، ما تشوفش في الكاس الجانب الفارغ من الكاس، ولكن شوف الجانب المملوء احسن، باش ما تاثرش على النفسيه ديالك. ما انا عارف ان كاين الاخوان اخوات صيفطوا لي في الواتساب انهم فشلوا وطاحوا، لا لا نهائيا. انا غنعطيكم واحد النقطه اللي خذوها كحافز لكم، خذوها كحافز. شنو هي الحاجه المزيانه في هذا؟ عمرك ما شوف، ديما شوف الحاجات الايجابيه باش تطلعك وتموتيفيك، ما تشوفش في الحاجات السلبيه. شوف في الحاجه في حياتك كامله، شوف في الحاجه الايجابيه. شنو هي الحاجه الايجابيه؟ هو ان هاد الامتحانات كاملين غدوزو كاس ام صافي. وحتى هاد العلوم اللي خالع الاخوان غدوزو، راه حنا حاسمينها بعدا، انا راه حاسبينها باللغه الفرنسيه، هي وضعيات اختباريه كتابيه باللغه الفرنسيه، يعني بلا ما تشك في حتى شي حاجه. ما عندنا مشاو تراجعوا عليها، العلوم غتكون بالفرنسيه، بالخلاف الرياضيات. شنو عطاكم جوج، عطاكم واحد بالعربيه والفرنسيه، يعني غتختاروا نتوما شمن لغات غادي دوزو. الحاجه المزيانه هو ان هاد الامتحانات كامل غدوزها كو سي ام، وحتى هاد العلوم بالفرنسيه ما تخافش منه، انا غدوز انت كو سي ام. الا كنتي فاهم الدرس خذ غير المصطلحات هذاك ديال العلميه، خذهم انت باللغه الفرنسيه باش تعرف علاش كيهضر. غتزيد واحد شويه لو طون ديال انك تعرف لا تراديكسيون ديال هاد لي مون سيونتيفيك. صافي هذا هو اللي تم. ما تخليش ما تفشلكش هاد النقطه. والكي سي ام راه ما غاديش غيطلب منك غير تختار اجوبه متعدده، تختار منها واحد. غيكون عندكم الاشكال كنعطيكم موضوع تحريري هنا، واخا تقول ولكن شوفها من الجانب الايجابي، شوفها من ان كلشي كي سي ام، كلشي اسئله مغلقه، لا بالنسبه للديداكتيك، لا بالنسبه حتى سميتو، لا حتى بالنسبه للمعارف وعلوم التربيه، كلشي غيكون كي سي ام. دونك الله خليكم مركزين في المراجعه ديالكم. كما قلت لكم هذه النقطه هذه خليها تزيد الحماس ديالكم انكم تزيدوا تخدموا ان شاء الله وتدوزوا هذا العام هذا. راه صاحب الاجازه الاساسيه مالهم ما علمش الله. دونك غادي في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم ديال الموضوع ديال التوصيف ديال الرياضيات والعلوم. من بعد ديك الساعات غندوز ان شاء الله في فيديو اخر ديال الفرنسيه. بالنسبه للموضوع ديال الرياضيات ما جاش بالاختلاف كبير، يعني من بعض المواضيع اللي كانوا ديجا قبل ورجعوا، بحال مثلا الاعداد الحقيقيه، يعني مجموعه اخ. كذلك بالنسبه اما الطبقه راه كامل هادشي كامل راه كان قبل، كان قبل هادشي كامل كان. تزاد كذلك هاد المتتاليات الحسابيه والمتتاليات الهندسيه، هادو المتتاليات الحسابيه الهندسيه تا هما تزادوا. وكذلك زادوا حتى القضيه ديال المستويات في الهندسه كما غتشوفوا هنايا، ها هي زادوا حتى هاد المستقيمات ومستويات الفضاء، هادو هما اللي تزادوا. وغالبا انا قلت لهم ما غاديش غيتحطوا، انا اللي كنقول لكم شوف غالبا غيتحطوا يا اما دروس ديال ابتدائي ولا اعدادي، ما غيزيدوكمش على هادشي، يا اما الدرس ابتدائي ولا اعدادي. خليكم غير مركزين نتوما في البريباراسيون، ما تخليوش شي حاجه اللي تفشلكم. دونك هذا فيما يخص الهندسه.
وبالنسبه لهذا القياس ومعالجه البيانات راه ما تبدلت حتى شي حاجه، غالبا غيعطيكم في الاحصاء، هو لا غادي تحط هذا 4% غادي تكون غالبا في هذا الاحصاء، غيعطيكم بحال اللي كيعطيكم الجداول ديال الاحصاء، تخرجوا نتوما المنوال والقيمه الوسطيه والمعدل الحسابي، هذا الشيء اللي غيكون. وهاد الدروس ان شاء الله دابا نحاول نحطهم ان شاء الله في القناه باش تسهل لكم حتى عمليه ديال البريباراسيون ان شاء الله. الوغ هذا فيما يخص الرياضيات، والرياضيات كما قلت لكم راه عندكم لو شوا، يا اما تختاروا دوزوا باللغه العربيه ولا اللغه الفرنسيه. الوغ فيما يخص هذا السيونس، الوغ السيونس كما قلت لكم راه غدوزوا باللغه الفرنسيه. حتى هما ما كاينش واحد، نقول واحد 70% بقات، واحد 30% اللي المواضيع الجدادي اللي تزادوا، ومن بين المواضيع الجدادي اللي تزادوا هما هاد لي نوسيون اكوستيك، يعني تزادوا لنا في المواضيع، تزادوا لنا من داك الموجات الصوتيه، هادو هما اللي تزادوا. وهاد الموضوع راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، تقدروا تلقاو كدرس، وإلا بقى لي وقت ان شاء الله انا غنحط لكم موضوع ان شاء الله في هاد عفوا درس في هاد الموضوع، غادعموا القناه ديالنا ان شاء الله، ونحاول ان نلقى الوقت نصيفط لكم. الوغ بالنسبه للدروس الاخرى بحال مثلا المصادر ديال الضوء راه ديجا كان كذلك انتشار مستقيم ديال الضوء حتى هي كانت عندنا التطبيقات، وكذلك التبدد ديال الضوء الابيض حتى هو راه ديجا كان، حتى لي كولور اللي شفنا التبدد ديال الالوان، ملي كنضربوا معناتها واحد الجسم باللون الابيض ولا كنضربوا بالاخضر شنو كيكون. هذا الشيء راه كان قبل. بالنسبه للدار الكهربائيه حتى هو راه كانت الدار الكهربائيه سواء البسيطه، وكذلك التركيب على التوالي والتوازي حتى هو راه كان. تزادوا لنا كذلك بالنسبه للمقاومه حتى هي راه لي نوسيون ديال ريزيستانس حتى هو كان، المغناطيسيه حتى هي راه كانت. هادو انا كنحاول نقول لكم هاد الدروس اللي غالبا غيتحطوا دونك بالتحولات كذلك، سواء كانت الفيزيائيه ولا الكيميائيه راه حتى هي ترانسفورماسيون شيميك وفيزيك حتى هي راه كانت تحولت الماده سواء الحاله السائله ولا الصلبه، حتى هما هادو كانوا. الوغ اللي تزاد انا غادي نقول لكم حتى بالنسبه لهاد المجموعه الشمسيه الاسترونومي حتى هي راه كانت تحولت، عفوا المجموعه الشمسيه وتعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول واطوار ديال القمر، هادشي راه كامل قبل. شكون اللي زاد الجديد هو هما الدروس البيولوجي، هاد الدروس البيولوجي هما اللي زادوا لكم. وانا ما فهمتش علاش مشاو حطوا لكم نتوما غتقرب ابتدائي، وشوفوا ها نتوما حاطين لكم واحد الدرس ديال الدوزيام اني دو سيكل بكالوريا، بحال غتعاودوا دوزوا نتوما الوطني. وشوف ماشي لا ها تخصص العلوم، ما فهمتش تخصص العلوم علاش، علوم تجريبيه علاش باغيين يديروا لكم. الناس ديال الادب هذا شنو غادي يديروا بالنسبه لهاد المواضيع؟ واخا كما قلت لكم انا شحال يحطوا كاع، شحال تكون عليها نقطع على 40 كاع، يديوها الا بغاو، وركزوا على النقاط القوه اللي عندكم. دونك بناضي نحاول نعطيكم بعض المواضيع اللي جات في هنايا في هذا الموضوع ديال البيولوجي. بين المواضيع راه ديجا كانوا بحال مثلا داك التكاثر الجنسي ولا جنسي عند النباتات، ولا كذلك التوالد الجنسي عند الانسان حتى هي راه كانت، الدوره ديال النمو ديال النبات، ولا كذلك دوره الحياه بالنسبه للكائنات الحيه. الحاجات اللي بحال مثلا بين الامور اللي جايبينهم جدادين هو بحال مثلا داك التمثيل الغذائي الخلوي، هذا بين الامور اللي تزادوا. ها هو بحال مثلا ها هو التمثيل الميتابوليزم سيلولير حتى هو ما فهمتش علاش زادوا هذا الدرس هذا ديال اللي تخدموا به. اما التباقي ما تشغلوش راسكم به، راه ما غيحط لكمش داكشي كامل، غيحطوا بعض المناصب. انا كنعاود نركز، راه غادي يركزوا لكم على الدروس الابتدائي ولا الثالثات، غادي تزيد لكم دروس الاعداد، ما يقدرش يفوتوا اكثر من الثلاثات. كما قلت لكم يلا عندكم شي نقطه ولا جوج نقط خذوا الله يخليكم، خليكم من ناحيه ايجابيه، خليكم مركزين في البريباراسيون، وما تخلعكمش هذه القضيه ديال اللغه الفرنسيه. خذوا غير المصطلحات باللغه الفرنسيه راه غتجاوبوا عليهم، راه هذا الامتحان غدا غير كي سي ام. ما تنساوناش من الدعم ديالكم للقناه. ان شاء الله يسعدكم، ان شاء الله تكونوا من الناجحين في مباراه التعليم. ومازال ان شاء الله غنحط لكم فيديو فيما يخص التوصيف، شرح التوصيف ديال ماده اللغه الفرنسيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.